قصتنا بتبدأ مع بطلنا جون وهو بيكتب رسالة معينة للشخص اللي هيقعد على الكرسي اللي بعده وبيحطها في الدرج، وبتكون مدرستهم ماشية بنظام تبديل الفصول، يعني فصل يمشي وفصل يجي. ولما بيمشوا بتيجي بطلتنا كورو وزمايلها وبتلاحظ الرسالة فبتاخدها معاها من غير ما تفتحها، وبتروح أوضة الإذاعة، وده لأنها مسؤولة الترفيه عن الطلبة. وفي وقت البريك بتشغل لهم الأغاني. بعدها بتفتح الرسالة وبتلاقي جون بيعترف لها بحبه، وطبعا قلبها بيكون هيقع في الأرض وما بتكونش مصدقة. وده لأن جون بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده جمال وحلاوه واشهر طالب في المدرسه، لا وكمان كل البنات بتحبه. ولما بتخرج بتلاقيه في وشها وجاي ناحيتها، وفجاه بتلاقي صاحبتها ايرينو بتاخدها وبتمشي، وساعتها بتسالها عن رايها في جون، فايرينو بتقولها ان ده شاب بارد وما انصحش اي واحده انها ترتبط بيه. وطبعا كورو بتتضايق، لكن لما بتروح البيت وبتبص في الرساله تاني بتنسى كل اللي قالته، وبتقعد تصوت شبه الهبله ما بتكونش لسه مصدقه. وفي تاني يوم في المدرسه بتتسحب شبه الحراميه، ولما بتتاكد ان محدش شايفها بتحط رساله لجون على الكوتشي بتاعه وبتطلع تجري. وفي الوقت ده جون بيكون واقف مع واحده من المعجبين بتوعه واللي بتعترف له بحبها، لكنه بيرفض وبيقول لها ان هو بيحب واحده تانيه. وقلنا بقى يا عيني البنوته هتتصدم، لكن في ثانيه بنلاقيها رجعت لفصلها وبتعرف باقي زمايلها، فبيتصدموا هم كمان وبيقولوا يا ترى هو بيحب مين. وبتبقى كورو قاعده مستخبيه وخايفه لحد يكشفها. وبعدها بيجي ميعاد تبديل الفصول، فكورو وزمايلها بيروحوا فصل تاني، ولما بيخلصوا بيرجعوا لفصلهم. وساعتها كورو بتلاقي جون سايب لها رساله بيرد فيها على الجواب اللي بعتته، وبتبقى بنتنا كاتباله في الجواب انها مش هينفع ترتبط بيه علشان مش بتحبه. لكن ابننا العسل بيكتب لها في الرساله ان مفيش مشكله، بس لازم نتعرف على بعض اكتر، فايه رايك نخرج سوا؟ فالبنت يا عيني بتتصدم وبتقوم تصوت في نص الحصه. ولما بيخلصوا كورو بتروح لاوضه الاذاعه، بينما ايرينو بتلم لها الكتب والحاجات بتاعتها على دخله جون. ولما بيلاقيها واقفه عند الكرسي بيفكر ان هي البنت اللي بيتكلم معاها، وبنعرف ان جون بيبعت رسائل للبنت اللي قاعده على الكرسي من غير ما يعرف هي مين. والموضوع ده هيوضح اكتر قدام، بس لازم نبقى عارفين ان جون فاكر ان البنت اللي بتكلمه هي ايرينو مش كورو. وفي الوقت ده كورو بتكون لسه مصدومه انه عايز يخرج معاها، وعشان كده بتكتب له ان الموضوع ده مش هينفع دلوقتي، وانهم لازم يتعرفوا على بعض الاول، وده عن طريق ان هم يبقوا اصدقاء بالمراسله، وبيتفقوا على اماكن معينه يسيبوا فيها الرسائل، وبيفضلوا يكتبوا لبعض فتره طويله، وده بيخليهم يقربوا اكتر من بعض. وكورو بتحس ان مشاعرها ناحيته بتكبر مع الوقت، لكنها مش قادره تصدق ان جون لسه بيحبها. وفي يوم وهي رايحه تسيب له رساله بتلاقيه واقف قدامها، لكن بيسيبها وبيمشي. وبعدها بتتصدم لما بتعرف ان هو بيحب صاحبتها مش هي، وكمان الرسائل دي كانت اصلا موجهه لواحده تانيه. وطبعا كورو بتبقى واقفه مقهوره، لا وكمان بتتضايق اكتر لما بتلاقيه واقف عمال يبص لصاحبتها وعينيه بتطلع قلوب، فبتكون الحقيقه كلها واضحه قدامها. وده بيخليها تكتب له رساله تانيه لانها واثقه من جواها ان هو عمره ما هيبص لها. ساعتها بتاخد الرساله والكراسه وبتروح عشان تحطهم عند الكوتشي، لكنها بتلاقيه هناك فبتقع على الارض وبيبقى شكلها مسخره. ولما بتقوم جون بيستغل الفرصه وبيسالها اذا كانت صاحبتها قالت لها اي حاجه عنه، باعتبار ان هم اصدقاء مقربين من زمان. فساعتها بتفتكر الشتيمه والبلاوي اللي إيرينا قالتها، لكنها مش بتفتح بقها. فبيقول لها طب انت ما تعرفيش حاجه عن الكراسه بتاعتنا؟ فالكذابه بتقول ان اكيد ايرينو هتتواصل معك قريب، فبيتبسط وبيضحك، وطبعا قلبها بيرفرف. المهم ان كورو بتقول انا مش لازم اعرفه الحقيقه دلوقتي، اي نعم انا هلبس في الاخر، بس ولو انا هفضل ابعت له رسايل طالما هو مبسوط، وكده كده مش هيعرف انا مين. وبتفضل الرسايل رايحه جايه بينهم، وبيحكوا لبعض معلومات عن حياتهم، والمفاجاه ان هم بيحبوا نفس الفرقه. فكورو بتقول بس هو ده فتى احلامي، وبتكمل في كتبتها. وكمان في المدرسه بتفضل بص عليه وبتراقبه وهو بيلعب كوره مع اصحابه. وفي مره وهي مروحه بتقابل حبيبها السابق واللي بيحاول يجر معاها ناعم، بس هي بتصدر له الوش الخشب وبتمشي. وفي مره وهي رايحه اوضه الاذاعه بتشغل اغنيه لفرقتها المفضله، ولما جون بيسمعها بيتبسط. وفي مره اصحاب كورو بيطلبوا منها انها تيجي معاهم لحانه كاريوكي، والمفاجاه ان بتلاقي جون هناك لان ده موعد مشترك بين شباب مدرستهم، وعلشان تكمل اصحابها بيقعدوها جنبه. وبتبقى عايزه الارض تتشق وتبلعها. وبعد شويه واحد من الاولاد بيسالها عن الاغنيه اللي شغلتها، وكمان جون بيقول لها اكيد ايرينو اللي طلبت منك انك تشغليها، فبتفضل ساكته. وساعتها جون بيعرف زمايله انه بيحب الاغنيه دي، فالبنات بيقولوا له طالما انت بتحبها احنا كمان هنحبها، لا وهنتابع الفرقه عشان خاطرك. بس بعد شويه بنلاحظ ان كورو ما عندهاش اي شخصيه، وده لان اي حد من اصحابها لما بيقول لها على حاجه بتوافق على طول من غير ما تعترض، وده بيعصب جون جدا. وعشان كده لما بيطلع بيقول لها ان هي مهزأه، وكمان ما عندهاش اي راي، وبيمسح بكرامتها الارض. والبنت يا عيني بتبقى هتعيط وحاسه انها اتهزقت بما فيه الكفايه،
فبتقرر تروح، بس جون مش بيسكت وبيقول لها استني انا هروح معاكي، وبيمشوا سوا. وبيبقى صاحبنا طول السكه بيفضل يزعق لها علشان بتمشي بالراحه، ولكن بعد شويه بيبدا يجر معاها ناعم باعتبار ان هي صاحبه ارينو وحبيبه القلب. وساعتها جون بيحكي لها على موضوع الرسايل وبيعرفها ان هو بيحب ارينو، فبتتصدم يا عيني. ولما بيلاقيها كده بيقرر يبرد عليها وبيمسكها من خدودها وبيقعد يلعب في وشها عشان تفرفش. وبعدها بيحكي لها عن حياته وبيعرفها ان مامته ماتت لما كان صغير، وانه دلوقتي مسؤول عن جدته واخته لان باباه طول الوقت في الشغل. وكمان بيعرفها ان هو نفسه يبقى لاعب مشهور لكنه مش هيعرف يحقق حلمه بسبب كل المسؤوليات اللي عليه. فكورو الاصيله بتشجعه وبتعرفه ان اكيد هيجي وقته يحقق حلمه. ولما بترجع للبيت بقى بتقعد تلعب في خدودها ووشها زي ما كان بيعمل. وفي المدرسه بيعلنوا عن مسابقه رياضيه بين مدرستهم ومدارس تانية، وتحت الاعلان بيكون في ملاحظه وجون بيفضل مركز معاها. ولما بيخلصوا كورو بتروح مع صاحبتها يوكو اللي بتقول لها انها معجبه بصاحب جون، لكنه للاسف مش معبرها لانه معجب بإيرينو. ويوكو بتطلب منها انها ما تقولش لإيرينو اي حاجه، وكمان تساعدها انها تقرب من صاحب جون فبتوافق. وفي الاذاعه كورو بتاخد راحتها وبتشغل اغاني فرقتها المفضله، كل ده طبعا عشان خاطر عيون جون اللي بيكون مبسوط، على عكس باقي الطلبه اللي بيشتكوا علشان الاغاني بتكون عاليه. لكن كورو مش بتهتم بكلامهم وبتعمل اللي في دماغها، وبتفضل الرسائل رايحه جايه بينهم وهي بتشجع فيه وبتحمسه اكتر. وفي تاني يوم صاحب جون بيعرض على يوكو تروح الملاهي معاه، فبتفرح وبتقول ان السناره غمزت وهيحبها، لكنها بتتصدم لما بيطلب منها انها تجيب إيرينو معاها. بيعرفها ان جون كمان جاي، وعلى طول بتروح تحكي لكورو وبيقعدوا هما الاتنين يصوتوا سوا. وكورو بتخاف لان إيرينو وجون ممكن يتقابلوا وساعتها تنكشف كل حاجه، بينما يوكو بتخاف لان صاحب جون ممكن يقرب من إيرينو، فبتطلب من كورو انها تيجي معاها علشان يسيطروا على الوضع لو حصل اي حاجه. وطبعا كورو بتوافق على طول. وتاني يوم بقى بتلبس وبتتشيك وبتكون زي القمر، ولما جون بيشوفها بيهزر معاها وبيلعب في شعرها لحد ما إيرينو بتيجي فبيتكلم معاها لاول مره، وبيكون الوضع متوتر بينهم. كورو بتفضل لازقه فيهم علشان تسيطر على الوضع ومحدش يعرف سرها، لحد ما صاحب جون ويوكو بيوصلوا فبيروحوا يلعبوا في الملاهي وبيصوروا فيديوهات. وبعد فتره بيجوعوا، ساعتها كورو اخيرا بتقرر تاخد موقف وتاخدهم على مكان بيعمل اكل كويس، وبتكون متوترة طول القعدة لكن الموضوع بيعدي على خير. ولما بتروح عشان ترمي الزبالة جون بيقرر يكافئها وبيديها مشروب، وبيبدأ يلعب في خدودها كالعادة، وكمان بيديها الدبدوب اللي كسبه، وبتكون دي أسعد لحظات حياتها. لكن يا عيني الفرح مش بيكمل لأن بعدها بيركبوا لعبة سوا وجون بيكون جنب إيرينو، وساعتها هي بتكون قاعدة بتراقب من بعيد وبتحس إنها مهما عملت مش هيعبرها وهيفضل يحب إيرينو، فبتروح وبتقعد تعيط لكنها بتقرر إنها تكمل في حوار الرسايل. وفي المدرسة بقى بتبدأ تتدرب للمسابقة، وبنعرف ان هي في فريق كرة السلة لكنها افشل واحدة وما بتعرفش تلعب خالص. وبعد فترة النتيجة بتطلع، والمفاجأة ان كورو بتشرفنا وبتطلع المركز الاول في الانجليزي، بينما جون بيجيب درجة وحشة فبيجري عليها وبترجاها انها تذاكر له لانها شاطرة ودحيحة. وساعتها بيديها رقمه علشان يتواصلوا مع بعض وينسقوا سوا، ودي بتكون اسعد لحظات حياتها. وبعدها بيتفقوا يذاكروا في المكتبة، لكن جون بيطلب منها انها تيجي عنده البيت فبتتصدم لكنها بتوافق. وقتها بيعرفها ان هو لازم يبقى جنب جدته واخته علشان ياخد باله منهم. ولما بتوصل اخته الصغيرة اول ما بتشوفها بتقولها انت اكيد حبيبة اخويا، فبتجري على جدتها وبتعرفها الكلام ده. ولما بيبداوا مذاكرة كل ما يبص لها تضعف، وكل ما يضحك لها قلبها يرفرف، ولو قال لها كلمتين حلوين ممكن يغمى عليها. وبعد ما بيخلصوا مذاكرة جون بيقرر يساعدها زي ما ساعدته، فبياخدها وبيدربها على كرة السلة. ولما بيقرب منها علشان يوريها ازاي تمسك الكرة صح، في اللحظة دي قلب كورو بيدق بسرعة لان هي اصلا مش بتستحمل لما بيكون معدي من جنبها، فما بالك بقى وهو وراها وماسك ايديها. وساعتها البنت بتتوتر خالص وبتفشل كالعادة ومش بتعرف تدخل ولا كورة. وساعتها جون بيحمسها وبيحكي لها انه في مرة حس انه يائس ومستسلم ومش عايز يلعب كورة تاني، فكتب الكلام ده على الديسك اللي كان قاعد عليه. وبيعرفها انه رجع يتدرب لما هي شجعته بعد ما خرجوا من حانة كاريوكي، وبيطلب منها ان هي تتمسك بحلمها، وبيعرفها ان هو هيدعمها مهما حصل. وبعد الموقف ده بتتوقف الرسائل ما بينهم لفترة لان هو بينشغل في دراسته، وبتبقى هي مع اصحابها. وفي مرة جون بيجي عندهم الفصل وبيستلم كتاب من إيرينو،
ولما معجبينه بيشوفوه كده بيتبسطوا، وساعتها بيقولوا لهم انتوا لايقين على بعض جدا. وبتبقى كورو يا عيني واقفه مقهوره، فبتجري على اوضه الاذاعه لكنها بتلاقي حبيبها السابق واللي بيطلب منها ان هم يرجعوا لبعض تاني. والمفاجاه ان جون كان ماشي وراها وشافهم وسمع كلامهم سوا، لكنه بيمشي بسرعه قبل ما يسمع ردها. وفي تاني يوم إيرينو بتعرف البنات زمايلها ان هي هترتبط بشاب من مدرسه تانيه وهيبداوا ان هم يتوعدوا قريب. وساعتها كورو الهبله بتحس في اللحظه دي بالذنب، وده لان بسبب مشاعرها جون ما وصلش لإيرينو وعرفها انه بيحبها، علشان كده بتطلب منها انها تستنى بحجه ان ممكن يكون في حد تاني بيحبها وهي مش عارفه. والمصيبه بقى ان يوكو بتكون سامعاهم وبتفهم غلط، وساعتها بتفكر ان قصدها على صاحب جون، فبتبدا تتخانق مع كورو، لكن إيرينو بتهديها وبتقولها ريحي نفسك، انا كده كده لا يمكن ابص لصاحب جون. وللاسف بتبدا الغيره والغل بينهم، وساعتها يوكو بتقطع علاقتهم بيهم هما الاتنين وبتقرر ما تصاحبهمش تاني. وبعد اللي حصل ده كورو بتتعذب وبتقرر انها تعترف لجون بالحقيقه، بس قبل ما تنطق بياخدها على السطح وبيخليها تصوت علشان تطلع كل الاسترس اللي جواها وترجع فرفوشه زي ما اتعود عليها. ولما بيرجعوا الفصل بيسالها عن حبيبها السابق، فبتقوله ان هو كان بيحبها لكنها من فتره ما كانش عندها شخصيه ولا راي، فقررت ان هي ترتبط بيه وكده من غير ما تعترف له باي حاجه، لكنه زهق منها وانفصل عنها. وبتعرفه ان هي لا يمكن ترجع له تاني، فجون بينصحها تدور على شاب تاني وتحبه. والبنت يا عيني بتموت وبتكون عايزه تعترف له بحبها، لكنها بتكتم في قلبها. وساعتها بتقول له انا ملاحظه انك انت وإيرينو لايقين على بعض خالص، يا ريت ترتبطوا. وفجاه من حيث لا ندري بنلاقي جون بيقرب منها وبيبوسها، فبتتصدم ومش بتعرف تتكلم، وبتقرر ان هي مش هتقول لإيرينو. وطول الليل بيفضلوا يفكروا سوا في اللي حصل ومحدش فيهم بيعرف ينام. وتاني يوم يوكو إيرينو بتطلب منها انها تروح اوضه الاذاعه، وبيتصالحوا هما التلاته وبيقعدوا ياكلوا ويهزروا لحد ما إيرينو بتسمع صوت، ولما بتطلع مش بتلاقي حد، وبتلاحظ صندوق الاذاعه وبتاخد الكراسه اللي جواه وبتقراها. فكورو بتتخض وبتجري بسرعه. وتاني يوم بتبدا المسابقه الرياضيه مع فريق كره السله بتاع كورو، وجون بيجي علشان يشجعها، ولاول مره في التاريخ بتنجح انها تسجل نقطه، لا وكمان فريقها بيكسب. وبعد كده بيلعب هو وفريقه ضد مدرسه تانيه واللي بتكون اقوى منهم. وفي الوقت ده يوكو بتتجرأ وبتصارح صاحب جون انها بتحبه، والمفاجاه بقى انه بيعترف لها ان هو كمان بيحبها. وساعتها بيقرروا يتواعدوا، وبعدها بيكملوا الماتش وفريق جون بيقدر انه يكسب. وعلى الجانب الاخر كورو بتبقى قاعده مع حبيبها السابق اللي من ضمن فريق الاذاعه، وساعتها بتعرفوا ان هم مش هينفع يرجعوا تاني وان هم لازم يكونوا اصدقاء. والشاب ده بيكون كيوت فبيوافق، وبيكون فرحان لان شخصيتها اتغيرت وبقى ليها راي وبقت قويه وتعرف ترد عليه. وفي اخر اليوم بتقابل إيرينو واللي بتقول لها احنا طول عمرنا اصحاب من ايام الطفوله، فساعتها بتقول لها انا مسامحاكي على اي حاجه انت عملتيها. وبتكون مبسوطه ان إيرينو طلعت بنت كويسه، وبتديها الكراسه وبتعرفها ان هي عمرها ما تبص لجون. وساعتها هو بيفضل يكتب لها الرسايل في الدرج لكنها مش بترد عليه ولا بترجع الكراسه. وبتقرر اخيرا انها تعترف له بالحقيقه، وبتكون محضره له رساله عشان وقت تبديل الفصول ياخدها. ولما بتروح اوضه الاذاعه بتقول للطلبه انا هشغل الاغنيه اللي على مزاجي واللي مش عاجبه يتفلق، وبتشغل اغنيتها المفضله. وساعتها جون بيكون مبسوط، وساعتها مش عارفين الطلبه خافوا منها ولا غيروا رايهم لانهم بيسمعوا الاغنيه ومحدش بيعترض. وفي الوقت ده جون بيقرا الرساله وبيعرف ان هي كذابه، فبيجري على اوضه الاذاعه والست هانم بتكون مشغله المايك، فالمدرسه كلها بتسمع الحوار الشيق، وبيعرفها ان هو بيحبها هي وبس، وانه من الاول حبها لما لقى الرساله التشجيعيه على الديسك بتاعه من غير ما يشوفها. لكن لما شاف إيرينو موجوده عن الديسك افتكر ان هي البنت اللي بتكلمه فحبها بالغلط. بس لما كانوا خارجين من الكاريوكي وحكى لها عن حياته وهي شجعته وقالت له نفس الكلام اللي كان مكتوب على الديسك. وساعتها من اليوم ده بدأ ان هو يركز معاها، وكمان لان هو شديد الملاحظه اخد باله من اعلان المسابقه لان شبه الخط اللي كان مكتوب في الكراسه، فعرف ان هي البنت اللي بتبعت له. وساعتها قرر ان هو يصيع عليها زي ما كانت بتصيع عليه علشان يفضلوا يتكلموا، لان هو لو قال لها الحقيقه هتخاف ومش هتتكلم معاه. وبيعرفها ان هو طول الوقت كان مركز معاها وبيبص عليها سواء في الملاهي او حتى في الفصل لما جه ياخد الكتاب من إيرينو، وكمان لما بسها. كل دي كانت حجج علشان يقرب منها لانه بيحبها. وطبعا كورو بتكون ماسكه قلبها اللي بيطلع فراشات في اللحظه دي، وبتعترف له بحبها، وبيقرروا ان هم يرتبطوا والمدرسه كلها بتشجعهم.
وبعد كذا سنة بقى وبدعم جون بتنجح كورو في تحقيق أحلامها وبتبقى مذيعة في الراديو وبيكون عندها متابعين كتير. وطبعا بيكون أولهم جون اللي بيستناها لما بتخلص وبياخدها علشان يروحوا سوا، وساعتها بيبدأوا يستعدوا عشان فرح صاحبه ويوكو وبيبقوا مع بعض في الآخر وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان ده بيدعمني، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولو حابب مسلسل معين أو فيلم اكتبولي في تعليق. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.